أسبوع، وفجأة سمعت سلفتي بتعيط وصوتها واصل لحد تحت. ولما طلعنا أنا وحماتي لقينا أحمد واقع على الأرض ما بيتكلمش. استنينا جوزي لما جه وخدناه على المستشفى، ولما الدكتور كشف عليه قال إن مفهوش حاجة. ساعتها بس اتأكدت إن العمل اشتغل. خدناه ورجعنا البيت. كان مش قادر يقف ولا قادر يتحرك من مكانه، وللأمانة صعب عليا قوي. والآخر لحظة كنت بفكر أكلم الراجل وأقول له يفك العمل، بس رجعت وقلت لأ، ما هو مش نابع عيال، مش بعد كل الفلوس دي أروح أفك العمل، لازم أكمل للآخر. أحمد فضل زي ما هو ما بيتحسنش، ومرت شهور وهو ما بيتحركش من السرير. ساب الشغل ومراته بقت مهمومة طول الوقت وبطلت تخرج وأهملت في نفسها وتبدل حالها للأسوأ، غير إن بان عليها الحزن وبقت هي اللي بتصرف على البيت. وأحمد الدكاترة مش عارفين عنده إيه. في الفترة دي جوزي ربنا كرمه وفتح عليه في شغله وبقى بيجيله فلوس كتير قوي. وزادت المشاكل بيني وبين جوزي لما بقى بيساعد أخوه المريض وبيديله نص مرتبه. ساعتها اتضايقت لأنه كان متعاطف معاهم قوي. عدى كذا سنة وهم على نفس الحال، ورغم كل ده ما صعبوش عليا، بالعكس اتغصت من سلفتي أكتر لما لقيتها راضية بحياتها قوي وعارفة توازن بين جوزها والبيت والشغل، وعيالها شاطرين وبيسمعوا الكلام ونضاف جدا وبيصلوا. وأنا عيالي طالعين ما بيسمعوش الكلام ومهملين جدا وبيتعبوني. وفضلت أنا وجوزي في مشاكل وهم ونكد طول الوقت بسبب إن هو كان بيساعدهم. يعني أنا حبيت أضيق عليهم عيشتهم، يقوم جوزي يصرف عليهم ويضيق علينا. كنت عايزة فلوس جوزي تبقى ليا أنا وعيالي بس، وعشان كده قررت أسرق فلوس جوزي وأخبيها من وراه. ومرت الأيام والدكاترة ما عرفوش أحمد عنده إيه، وللأسف اتدهورت حالته ومات. البيت كله حزن عليه، حتى أنا رغم اللي عملته إلا إني حسيت إني ظلمته وإني أنا السبب في موته. وبعد ما عدى وقت وخلصت عدة سلفتي رجعت الشغل تاني، وجوزي فضل يبعت لها مبلغ شهري يساعدهم في المعيشة. طول الوقت جوزي كان حزين قوي على ولاد أخوه لأنه كان عنده بنت عندها 4 سنين وولد عنده سنة. طول الوقت كان بياخدهم يفسحهم ويجيب لهم هدايا ويجيب لهم لبس في العيد، وكل مناسبة بيعيد عليهم رغم إن هو عامل لهم مبلغ شهري وهي بتشتغل ومرتبها حلو. عدت الأيام وفي يوم جوزي بيفتح الدولاب لقى الفلوس اللي أنا عيناها، وحصلت خناقة كبيرة قوي. قال لي بعدها انت هتكوني على ذمتي بس عشان تربي العيال، لكن مش هيكون بيني وبينك أي حاجة تاني، وأنا غلطان أصلا إني كنت بثق فيكي. ساعتها حاولت أصلح معاه لكن هو كان قفل مني خلاص، وفعلا ما عادش بيهتم بيا خالص، أكني مش موجودة. بيجي بس بيقعد مع العيال ويشوف طلباتهم. بعدها بفترة